الانترفيو. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعي راديو بازار. حبيت نذكركم يحضر معايا في البلاتو هادي كمون، عضو في جمعية أليرت. مرحبا بك مرة أخرى هادي. يعيشك وبيك. هادي باش نبداو بالشاب اللي اللي نخلطوا للب الموضوع متاع حلقتنا اليوم. خلينا قبل كل شيء نسألك السؤال الكلاسيكي اللي ديما نسأله على لي زانفيتي نتاعي: كيفاش ترى الوضع العام بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى ثقافيا، خاطر كل شيء عنا فيه ما نقوله. أنا نرى الوضع اليوم عمره ما كان أقرب من هكا إلى الانهيار. لو كان نقول لك بالكولور شنو تنجم اللون اللي أقرب من الأحمر معناها، يعني اللون اللي تختاره باش نشبه به الوضع العام؟ الأحمر الغامق ياسر. الأحمر الغامق بوردو بوردو. ووضع ما يبشرش بالخير الحقيقة. كل شيء ماشي إلى الانهيار، حتى الموارد المائية ما عادش موجودة. الأسواق فما شح كبير من المواد الاستهلاكية، المواطن ما عادش خالط. شفنا إذا كان نحكيو على السياسة 8.8% مشاركة، نحكيو على من أضعف لي تو دو بارتيسيباسيون في التاريخ حتى في العالم. قال لك تاع الديمقراطية اللي مرة برك صارت أقل في الجامايك. معناها على كل الأصعدة ماشيين إلى عام 2023، وما نحبش نحط معناها الباد فايبز للعباد اللي يسمعوا فينا. ما بلزمنا خاطر باش نكذبوا على الناس يعني، ولا باش نعطوهم هكا الدنيا ربيع وبعدين نقول يعني ماشيين في عام 2023 وين فما برشا سدود نتاع دفعات لازم نتاع ديون لازم نخلصوهم. اي نتاع عام وين الضريبه باش تزيد على الناس الكل، وين لي تاكس باش يزيدوا على الناس الكل، وين الاسعار الكل باش تزيد، وين المواطن باش يعني قادمين على عام صعيب. قادمين على عبد السلام سعيدان سمعته يقول من أصعب الأعوام في تونس من وقت عهد الأمان ومن وقت دستور 1857. يعني باش نكتبوا تاريخ جديد صعيب إن شاء الله لا أما عام صعيب برشا على كل المقاييس. هذا حاجة ثابتة. كالعادة المواطن هو في قلب الرحاب بالطبيعة. يلا تقييمك للعمل الحكومي والرئاسي. تقييمي للحكومة ما نمشوش لبعيدنا، خلينا في الفترة الأخرانية متاع عامك. واضح. أنا اللي كما قلت قبيلة، أهم حاجة اللي ماهيش موجودة اليوم هي الكوميونيكاسيون. الحكومة اليوم قاعدة تحكي في شيرة، الرئيس قاعد يحكي في شيرة، ماناش قاعدين نسمعوا في ان ديسكور نفسه، ما مش شيرتين نسمعوا في رئيس يقول في كلام، الحكومة تقول في كلام آخر. الرئيس عين حكومة باش تخدم دوسي لي فامي عنده تو أكثر من عام. قبل بجمعة يقول هو اللي فامي ما حاجتوش بها، اللي تونس باش نلقاو حلول جديدة، باش ندخلوا في عصر جديد متاع اقتصاد بالاصلاح الجبائي، بالشركات شو يسميوه هو الاهليه، الشركات الاهليه اللي هما دي كولكوز معناها، اللي هما موجودين في اليو ار اس اس، تعاملوا قبل باش يبدل الاقتصاد. ديجا في القانون المالي يعني خص لهم يعني نسبه. ماناش فاهمين كيفاش. والحكومه تحكي في موضوع اخر، الوزراء يحكيوا على كيفاش باش ينحيوا الدعم، كيفاش باش يبدلوا ويمشوا في السياسات اللي تحطوا هما في المناصب نتاعهم عليها. وسيادة الرئيس في العلو الشاهق يحكي في ديسكور آخر جملة، واحنا نحاولوا نتبعوا، مانيش عارفين. قراءتك يعني يقول قائل هو رئيس الجمهورية، وحسب يعني هذا شهادة الكثير من السياسيين هو العقل الرئيسي للحكومة، يعني هو الرئيس الفعلي للحكومة. يعني كيفاش رئيس الجمهورية يقول كلام والحكومة تمشي في منحى آخر؟ يعني أنا بطبيعتي الحقيقة مش كون صريح معك، مانيش فاهم. هل يمكن لهنا إنه رئيس الجمهورية يعني الحكومة يعني ما عادش تتفاعل مع رئيس الجمهورية في قرارات بحكم أنها هي الأكثر قرب للدوسيات يعني الملفات؟ أنا اللي فهمته من الوضع حتى التو، من قراءتي للوضع، هو أنه المشكل الكبير هو أنه مانيش قاعدين نصارحوا في الشعب، مانيش قاعدين نحكيوا للشعب شنو ما السياسات اللي متوجهين فيها. مانيش فاهم وين البلاد ماشيه، ما نجموش نعرفوا حتى الجمعه الجايه شنو باش يصير. مانيش فاهمين اسكو ماشيين في توا معناها قانون الماليه، فهمنا اللي ماشيين في سياسه نتاع تقشف. اما الشيء هذا كنا نجموا نفهموه قبل، كنا نجموا نصارحوا الشعب ونقولوا له رانا باش نمشيو في الثنيه هذه، رانا باش ناخذوا القرارات هذوما. انا نحس اللي فما شفافيه، يعني غير نقص كبير ياسر في الشفافيه، ونقص كبير في مصارحه الشعب. وهذا حسب رأيي أنا
منجر من الفات انه نقص في الكوميونيكاسيون، التواصل يعني تاع الحكومه. ما فماش تواصل، ما فماش سياسه نتاع التواصل بين الحكومه والرئيس من شيره، وما فماش سياسه تواصل بين الحكومه والرئيس والشعب. هذا هو واضح. نحكيو اقتصاد شوي، قراءتكم القانون المالي ومخلفه من ردود افعال، وبالحق هل هو قانون المجبة كما قاعد تحكي توا؟ هو قانون المجبة. هو قانون المجبة. أغلبية النصوص اللي جاوا فيه والأبواب اللي جاوا فيه هي تتعلق بالمجبة. عندنا جباية مثلا كما لامبو سور لا فورتون جديد اللي هو يخص الأملاك اللي تفوت 3 ملايين دينار، يخلص عليهم 0.5% أمبو مثلا. عندنا برشا ابواب تخص المجبة، ولكن من اهم الحاجات اللي حبينا احنا في اليرت نركزوا فيهم المده هذه هي الباب اللي جاء على ازمه الحليب، اللي هو يخص باش ينحيو الباب هذا. شنو جاء فيه؟ هو باش ينحيو التاكس دوانيير، الضرائب الديوانيه اللي تجي على مسحوق الحليب، معناها الحليب ان بودر والزبده اللي تجي من برا اللي كونابورت، معناها اللي ما تراش انه هذا حل انه باش يكسر الاحتكار الموجود في البلاد وتنجر كلمه احتكار من بعديك؟ ما تراش انه هذا حل يعني انه خلينا نقولوا يعني الناس اللي تخدم في مخها نقولها حل اخر من شيره اخرى؟ انا حسب رايي هذه هديه ولاء اخرى الى منظومه الانتاج نتاع الحليب. كيفاش؟ المسحوق الحليب هذا، الحليب بودر هذا هو مكون من المكونات اللي يستعملوها المنتجين في الفرماج تريانجل، في الياغورت، معناها كميات صغيره. اي هو شنو هو يقول قائل، هو ما كنتوا تتسبوا تقولوا انه الحليب نقص على خاطر نستعملوا فيه في حكايات اخرى، ها باش نجيبوا لكم نحن اللي تتسبوا به هذا باش تعملوا به الفرماج نعرفش نابورت كوا، والحليب خلوا له الحليب خلوه للحليب هما ديجا غير دسم، هما ديجا يجيبوا فيه وديجا يخدموا به. الحاجه الوحيده اللي باش تتبدل في المنظومه هو انه المارج نتاع عطاو شنو موضوع الحليب خاطر نحن سبقناه. نرجعوا للقانون المالي يعني والجبايات اللي فيه يعني. وزارة المالية ديجا قالت يعني ماهوش مش في مثل المواطن وين تراو فيه المسان في قدرة الشرائية نتاع المواطن، ولا حتى وين تراو يعني مش باش يمثل المواطن جملة يعني. هو بطبيعة الحال باش يمثل المواطن على كل المقاييس. حتى التو مازال بكري باش نجموا نحكيو كيفاش على ارض الواقع باش يمثل المواطن. اما اي زياده في الضريبه، اي زياده في الضرائب كسياسه نتاع دوله معناها باش تضر المواطن في اخر حلقه. هذا ديما هو موجود. اللي احنا نخموه في الير، اللي خممنا فيه في الير تو عندنا اشهر واسابيع وكل شيء، هو انه كان من المفروض انه تكون وين باش ينجم يمثل المواطن؟ باش يمثل المواطن في القدره الشرائيه نتاعو، باش يمثل المواطن في غلاء مواد استهلاكيه، في غلاء مواد استهلاكيه. يعني تقصد انت كان يزيدوا للرجال اعمال مثلا في ضرائب نتاع مواد اساسيه يستعملوا فيها، يلتجئ يولي رجل اعمال يولي يزيد بطبيعه في السلعه اللي هو يقول قائل يقول لك لهنا ثم شكون يقول لك لا حاصرينه لهنا يعني المستثمر ولا رجل الاعمال نعرفش حاصرينه بقانون اخر انه ما يزيدش. هذا مش متضمن في قانون الماليه. هذا انه راني انا باش نزيدك مثلا انت تباع في حاجه ب500 فهمت وتعطي للدوله 20 فرنك، انا باش نزيدك تولي 50 فرنك تعطي للدوله و450 لو كانت ربحك، دونك ما عندك علاش باش تزيد لهنا. هو المشكل مش هكا يعني انا اعطيت توصيف يعني هو كلامك معقول، ولكن المشكل هو انه الضغط الضريبي المنتج ديما باش يحاول يهزه على المواطن. كيفاش؟ ما هني نجموا يحصروا بالطبيعه. هو صحيح قول له ما عادش باش تزيد، راني انا راك في الاخر ماكش خاسر انت. المنتج في الاخر ينجم يقرر هو انه يطيح في المنتوج نتاعو، يطيح في المنتوج نتاعو هو هكا، ولكن مش المواد الكل مقنن الاسعار نتاعها. واضح. نلقاو لنا على الاسواق مواد باش تنجم تنقص، مواد تنجم تغلى، وهذا الكل باش يضر المواطن في كاخر حلقه، خاطر الضريبه هي معناها الحاجه اللي كي يبدا اقتصاد مخنوق، الحاجه اللي ترجع الاقتصاد يدور هو الاستثمار. واضح. نجول توصل بالموضوع الحلقه، ولكن قبل كان تعرف لنا بجمعيه اليرت. شكون هي جمعيه اليرت؟ انا خليتها لهنا خاطر باش ندخلوا في الموضوع الاساسي نتاع الحلقه. دونك قبل ما نمشي الفاصل
جمعيه اليرت شكون؟ جمعيه اليرت هي مجموعه من الشبان، تلموا باش يطالبوا بحقوقهم، حقوق الشعب، اللي هو احنا نعتبره في اليرت اللي فما عقد اجتماعي عنده توا اكثر قرون، اكثر من 2 قرون 3 قرون، وين يقول اللي الانيشيتيف بريفي، لونتربريز بريفي، معناها انك تستثمر الاستثمار الخاص هو حكر على مجموعه من العباد اللي عندهم علاقات مع السلطه، اللي عندهم موارد ماليه كبيره. وهذا احنا العقد الاجتماعي اللي في اليرت اللي نطمحوا ان نكسروه وان نبنيو عقد اجتماعي جديد اللي يخرج من الشعب، وين الناس الكل تكون سواسيه، يبدا الناس الكل عندهم حقوق اقتصاديه معناها كيف متكافئه، وين فما مؤسسات نتاع رقابه بعديه تراقب الاقتصاد وتحاول تنقص من لي بوزيسيون دومينونت وتشجع على الكونكورونس. انا دخلت الباج نتاعكم وشفت يعني حتى اخترتوا فاسون جديده نتاع التواصل، يعني مش شكل كلاسيك نتاع كل الجمعيات، هو يعني الميساج فيديو توصلوا بطريقه بالدارجه من الاخر. هو الميساج تاع اليرت ماهوش حزب سياسي، اليرت ماهيش مدعمه من حتى طرف، ماهيش مموله من حتى طرف. الميساج نتاع اليرت هو اذا كان احنا 5 6 7 10 شبان بين 20 و 35 سنه نجمنا نفهموا شنو صاير في الاقتصاد، شنو وين جاي البلج، وين جايين المشاكل، وين جايين التعطيلات، راهو الناس كل تنجم تفهمهم، راهو حاجات سهله، ومع بعضنا نجموا نفكوا الحقوق الاقتصاديه نتاعنا ونتلموا ونطالبوا بهم، خاطر ما تنجمش يجيوك حقوق اقتصاديه واحد دق عليك السلام عليكم تفضل حقوق اقتصاديه، لازم يتفكوا ونكونوا لوبي الشعب. واضح. مش نحكوا في صلب الموضوع، لكن مش نعمل ترتيحه ونرجع.